السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو هتسمعي فيه حاجات يعني هتشجعك كده ان شاء الله، مليان بحاجات كده كلنا بنتمناها وبنتمنى ان احنا نعملها. ايه الحاجات دي؟ طبعا انت بتبقي عايزه اليوم، يعني سبحان الله ما بيبقاش فيه بنقول ايه، بيجري كده بينا وبيبقى في حاجات كتيره يعني عايزين نعملها واليوم بيخلص. لا، انا النهارده كده هقولك على الحاجه بقى اللي تديك البركه كده وتخلي يومك في بركه وفي خير، وتعملي كل شغل البيت وتذاكري كمان لاولادك وتعملي كل حاجه في البيت، وان شاء الله مش هتحتاجي وقت على وقتك، زي ما احنا كده بنقول ان اليوم مش مكفي اللي احنا بنعمله. طبعا البيت دايما مليان مسؤوليات، غسيل وطبخ وترتيب، واوقات بنحس ان اليوم بيجري زي ما قلتلك من غير ما ناخد بالنا. لكن في وسط كل ده في حاجة واحدة، يعني ايه، عمري ما ممكن انساها. يعني انا ممكن حاجات كتيرة انساها، لكن في حاجات، الحاجة دي اللي انا هقولك عليها دي اللي هي بتملى البيت بركة وبتملى بتخلي الوقت كله فيه بركة وخير. فهي الحاجة ديت اللي ما اقدرش ان انا انساها طبعا. ايه هي الحاجة دي؟ هي صلاتي وقرآني. الصلاة مش بس فرض، الصلاة دي طبعا راحة وسكينة، وهي يعني الوقفة اللي بترجعنا كده نلملم ايه روحنا ونستمد القوة عشان نكمل اليوم مهما كان بقى ايه مليان تعب. يبقى الصلاة حتى لو انا مشغولة وخلاص، انا دلوقتي صلاة العصر وانا بقى مثلا مشغولة في البيت او صلاة الظهر او كده، لا انا بسيب كل حاجة وبروح على طول اتوضى واروح بقى ايه على مكان الصلاة بتاعي ولازم اصلي. سيبي اي حاجة يعني انت بتعمليها في البيت وروحي للصلاة. حتى اولادك لو هم بيذاكروا، لو هم بيعملوا حاجة برضو، لا قوم انت، يعني ده وقت الصلاة، قوم وايه وتوضى وصلي. لازم يعني ايه يبقى فيه الأولوية في البيت هي الصلاة، الأولوية عن أي، يعني هي قبل أي حاجة. يبقى لما تخلي البيت الأولوية فيه الصلاة، طبعا ده هيديك البركة في البيت وهيبارك في أولادك وهيبارك طبعا في الوقت بتاعك. طيب ايه يا ترى الحاجة التانية؟ طبعا هي القرآن. لازم ان انت تقرأي القرآن حتى لو صفحة واحدة، لازم. طيب ممكن نتفق مع بعض ان مثلا بعد كل ما هصلي فرض انا هقرأ صفحة. طبعا مش هتاخد منك وقت كبير ولا كده، لا يعني حتى اللي مش هتاخد منك هنقول ايه 5 دقايق مثلا، مش هتاخد منك وقت كبير. فانتي اقرأي بعد كل صلاة حتى لو صفحة واحدة، يبقى انت كده هتقرأي في اليوم 5 صفح. يبقى انت كده برضو ما هجرتش القرآن وقرأتي وما سبتيش صلاتك او ما اخرتهاش. يبقى احنا لازم ايه نبقى متفقين كده مع بعض ان الصلاة والقرآن يبقى لازم دي حاجة اساسية، ان انا دي إيه لو انا مشغولة، لو اولادي مشغولين، لا هي الاولوية في البيت هي الصلاة والقرآن. طبعا القرآن ده النور طبعا اللي بينور لنا طريقنا والبركة اللي بتنزل في البيت. والله القرآن بيخلي البيت كله بركة، صدقوني لما نبدأ كده يومنا بالقرآن وبالدعاء هتلاقي اليوم ماشي بهدوء وبركة غريبة. انت مش انت اللي هتنظمي بقى الوقت، لا خلاص انت خلاص بدل مصلية الفجر قعدت كده قرأت كده شوية قرآن وقلت أذكار الصباح وقعدت تستغفري شوية كده وتصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد كده هتلاقي يومك ماشي، يعني سبحان الله والله هتحسي ان انت هتخلصي شغلك وهتخلصي مذاكرة اولادك وهتخلصي كل حاجة وهتلاقي لسه في عندك وقت. والله ودي يعني دي عن تجربة، انا بيحصل معايا كده. انت بدل ان انت ابتديتي يومك بالفجر، ابتديتيه بالبركة اللي هي بركة القرآن وبركة الصلاة، خلاص انت يومك ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيسهله.
هو اللي بيرتبهولك كل حاجة، حتى لو وراكي مشوار، رايحة مكان، رايحة كده، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بييسر لك الأمر في كل حاجة. مش عايز أي مجهود منك، انت بس اعملي اللي عليك، اعملي اللي ربنا سبحانه وتعالى طالبه منك، وملكيش دعوة بقى في تنظيم وقت، في ترتيب بيت، في أولاد، في أي حاجة بقى انت ملكيش دعوة بيها. هو ربنا سبحانه وتعالى هو متكفل بيكي، هو الوكيل، يعني وكيلك بقى في كل حاجة. فسبحان الله، يعني هتلاقي البيت مع الدعاء ومع القرآن ومع الصلاة، هتلاقي البيت اليوم ماشي بهدوء وبركة غريبة. وإحنا طبعا كأمهات وزوجات يعني مسؤوليتنا بتبقى كبيرة جدا، لكن أنا اتعلمت إن لما أدي وقت للعبادة باقي اليوم بيتسهل، لأن ربنا سبحانه وتعالى وعده حق، يعني ما بيوعدنا بحاجة حق. قال لنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. انت اتقي الله في عباداتك، في قرآنك، في تربيتك لأولادك، انت بقى اللي بتزرعي في الأولاد، انت اللي هتطلعي ابن صالح للمجتمع وابنة صالحة للمجتمع. فانت عليك كل المسؤوليات، مسؤولياتك كبيرة وكتيرة، فانت علشان تكوني قد المسؤولية لازم انت تنظمي نفسك وتنظمي وقتك. نظمي وقتك ونفسك ازاي؟ هي بالعبادة وبالقرآن. خلي عبادتك هي الأولوية، حتى لو الدنيا يعني ايه كلها متلخبطة حواليك، اجري على الصلاة أول ما تسمعي كده الأذان، ولو مشغولة قولي لأ، ربنا قبل كل شيء، صدقيني ربنا هيبارك لك في وقتك وصحتك وبيتك. خليها قاعدة مهما كانت الظروف البيت ومهما كان الشغل كتير، يعني عمرك ما تنسي صلاتك ولا قرآنك. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتشاركوا الفيديو مع أصحابكم ومع حبايبكم. أشوفكم في فيديو جديد على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.